بُص بقى، هي دي الطريقة اللي بيتبني بيها المسابح الفضائية، وصدّقني أول ما هتشوف المنظر بالليل كل حمامات السباحة العادية هتنزل من نظرك فورًا. أول حاجة بيعملوها إنهم بيبدأوا يغطوا المسبح بالحصى، وبعد كده العميل بيبتدي يختار أي لون على مزاجه، ممكن أسود غامق أو أزرق كوني أو حتى أخضر زمردي، مش هتفرق، لأن اللون ده بيبقى هي اللوحة اللي هيترسم عليها كل حاجة هتيجي بعد كده. وبعدين يبتدوا يسألوا العميل عايز الإضاءة والتوهج قد إيه، عالي والّا واطي، ورشة نجوم خفيفة والّا توزيع متوسط، والّا نقلبها مجرة كاملة والمسبح كله ينور ويبرق زي سماء الليل. أول ما بيتحدد ده بيبدأ السحر الحقيقي، بيجيبوا حبايات مضيئة المئات منها ويرشوها على الأراضي والجدران. الحاجات الصغيرة دي بتمتص ضوء الشمس طول النهار وما بتكونش باينة خالص، لكن أول ما الدنيا تضلم بتنور لوحدها. وطول ما في حد بيرش الحبايات دي بتلاقي واحد وراه على طول بالمسطرة والأدوات بيسويها ويظبطها عشان تطلع 100% مظبوطة، لأن لازم كل حباية تثبت في مكانها بالملي، لأن لو فوتت واحدة بس التأثير كله هيبوظ. وبعد كده بيغسلوا السطح بمادة حامضة مخصوص، الحركة دي بتنضف السطح وبتخلي الحبايات المضيئة تطلع على الوش وتبقى واضحة. وفي الآخر بيملوا المسبح مية وبيستنوا. بالنهار بيبان مسبح عادي وشكله حلو، وبس بالليل المنظر وكل حاجة بتختلف. أول ما الشمس تغيب المشهد بيتبدل تماما، المسبح بيبدأ ينور ويتوهج وكأنه جاي من كوكب تاني، علشان كده سموه المسبح الفضائي. اكتب لي في الكومنتات عجبك الفيديو ولا لا، ولو انت مش متابع الصفحة تابعني عشان يوصل لك كل جديد.